بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده حبايب قلبي؟ ان شاء الله عملت كده مع هي مش ميني بيتزا يا ولاد، هي مش ميني بيتزا بالظبط. هي بصوا انتوا عارفين دي قرص عامله زي القرص كده، بس القرص القطنيه الهشه الجميله كده، وانا عملتها زي ميني بيتزا كده. وكنت نفسي قوي اكلها بالسوسيس، وبصراحه انا ما باكلوش من بره خالص، يعني انا السوسيس من بره يا ولاد ما اعرفش اكله. فقلت هعمل بقى ايه سوسيس النهارده، ونعمل بيه ايه الميني بيتزا دي. يلا نبدأ مع بعض كده، طريقته سهلة وجميلة وبسيطة كده ان شاء الله، وهتعجبكم قوي، هتبطلوا تشتروا من بره حبايب. بصوا حبايب قلبي، انا حطيت هنا معايا 3 معالق كبار من ال انا نسايه شويه يا ولاد انتوا عارفين، من الفول الصويا. تمام. بصوا فرمتهم حلو قوي لحد ما نعموا معايا خالص. بصوا بقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، نعموا خالص. نزلت عليهم يا حبايب قلبي بنص كيلو من صدور الفراخ. تمام كده، زي ما انتوا شايفين كده. هفرمهم طبعا فرمه كويسه. معايا بقى هنا التوابل. معايا هنا حبايب قلبي، معايا ملح، معايا ملح اللي هو محسن الطعم. ومعايا توابل اللي هي بتاعت برجر الفراخ يا ولاد، مهمة جدا. معايا فلفل اسمر. معايا بابريكا. كل ده انا نزلت بيه كده وحطيته عليهم، وهن ايه نفرمهم ايه لحد ما ننعمهم خالص. تمام. بصوا كده. طبعا ايه، بصوا هنفرم مرة واتنين وتلاتة. وبعد كده هحط بقى يا ولاد اللي هو اللون الجل الغذائي ده. انا اصلا بلون بيه الكريم شانتيه وانا بعمل التورت. فهو اصلا لون جل غذائي حلو جدا. وانا جايباه النوع الحلو، اللي هو ازازه بتبقى كبيره شويه كده، مش الصغنطوطه قوي. تجيبيها من اي محل عطاره، او اي محل خامات حلويات، بس يكون ايه محل كويس يعني. بص يا حبايبي اهو، حطيت هنا في الاول ولقيته ما اداليش لون السوسيس او الهوت دوج. فبص يا حبايبي هحط تاني. انتوا كمان هتعملوا نفس الحكايه، هتحط لحد ما يظبط معاكم اللون. وده جل غذائي طبيعي جدا، انا بعمل بيه التورت يا ولاد، ما فيهوش اي مشكله خالص. بص يا حبايبي اهو، حطيت تاني ايه نقطتين تلاتة تاني لحد ما يديك لون السوسيس بالظبط. تمام كده. طبعا احلى بكتير قوي من بره. والناس اللي بتقلق يا جماعه من فول الصويا، انا ما بعملش فول صويا كل يوم ولا كل شهر حتى، يعني كمان دول 3 معالق فول صويا علشان بس اظبط بيهم السوسيس بتاعي. ماشي يا حبايب قلبي. خلوا بالكم ان بره يا جماعه انتوا مش عارفين معمول ازاي، حاطين عليه فول صويا قد ايه الكلام ده كله. لا احنا طبعا على الاقل احنا حاطين لحوم، وعارفين ان احنا حاطين لحوم، عارفين احنا حاطين ايه عليه ومحتوياته ايه. فاهمين يا حبايبي؟ فطبعا دوت بصوا ده صحي اكتر بكتير. وبعدين 3 معالق فول صويا هتتفرقوا على كام واحد هياكلهم؟ ما لهمش اي اضرار. واسالوا اي دكتور يا جماعه. الدكتور قبل كده انا سالته وقال لي مفيش مشكله. الكلام ده لو انت بتعملي فول صويا كل يوم، وبتعملي كل شويه، وبتعملي مثلا كميه بالكيلو والكلام ده، هو ده اللي غلط. فاهمين يا حبايب قلبي؟ بصوا اهو ضربته ونعمته كويس قوي، وحطيت معلقتين في النشا من النشا يا ولاد عشان يمتص اي سوائل فيه. وحطيت معلقه بصل باودر وتوم باودر يا حبايب قلبي، معلش لو نسيت اقول لكم. طيب معلقه توم باودر، معلقه بصل باودر، معلقه بهارات اللي هي بتاعه اللانشون الفراخ. اهم حاجه هتجيبيها من عند اي عطار كويس، لان هي دي اساس الوصفه بتاعتنا، بتدي ريحه طعم وريحه حلوه جدا. تمام. وحطيت معلقه من البابريكا، وحطيت شويه فلفل اسود حلوين. حطيت معلقه صغيره من ملح الطعام، جميل جدا بيدي طعم حلو قوي. بصوا حبايب قلبي، هنا بقى بتظبطي بقى ايه كده السوسيس بتاعي كده بكيس كده اهو. وعملته حتى كنت بحدده بالسكراب بتاع اللي هو بنزين بيه بنجلس بيه التورت. اي حاجه عندك مش موجوده عندك، يبقى عندك سكينه مفيش مشكله خالص. بس يكفي ان انت هتاكلي سوسيس او هوت دوج، انت عارفه هو معمول ازاي، انت اللي عاملاه بايدك يا حبيبتي، ونضيف وبنظافتك انت. بصوا حبايبي اهو بالطريقه دي كده. معايا يا ولاد بقى مصفى على النار، ومعايا الحله فيها ربعها ميه، وحط عليها المصفى من فوق. اهم حاجه اوعي الميه تبقى كتير في الحله، والمصفى طول الميه مش عايزاه طوله ميه. هتحطيه طبعا على البخار، هنسويه على البخار. هتحطيه على المصفى اللي فوق الحله، وهتغطي بغطا حبيبه قلبي لمده 10 دقايق. هيستوي معاكي ويبقى بصي تمام التمام. وبعد كده تحطيه في اكياس وتدخليه الفريزر. مش هتحطيه في الجريل بتاعك وتحمريه الا وقت الاكل بس. لو هتعملي سندوتشات، لو انت هتقطعيه مع بيض، هتكسري بيض كده وتعمليه، بتقطعي الهوت دوج تقلبيه تقلبتين في السمنه،
وتكسري عليه البيض، تعملي بيض بالهوت دوج زي البيض بالبسطرمه كده. بصوا حبايبي انا حاطه الحله وحاطه عليها مصفى، رصيت بقى في المصفى الصغيره بتاعتي. طبعا انا كده خلاص خلصت. بصوا حبايب قلبي، انا بقى دلوقتي ايه بعمل؟ بصوا في الجريل بتاعي شوحته تشويحه كده في الجريل، عشان انا عايزه اعمل الميني بيتزا بيه يا ولاد. انا كنت اساسا والله عاملاه عشان اعمل بيه نفسي اكل بيتزا بالميني بيتزا بالهوت دوج، بس ايه بصراحه مش بحب بتاع بره خالص. بصوا حبايبي انا وريتكم الجزء اللي انا شيلته في الفريزر اهو. بصوا شلته كده من غير ما احمره، هو بس طبعا استوى في البخار وخلاص. هنا بقى يا حبايب قلبي هنعمل بقى ايه طريقه الميني بيتزا اللي انا عاملاها دي، جميله جدا هتعجبكم قوي يا حبايبي والله. طريقتها بسيطه جدا. بص حطيت شويه من الملح، حطيت معلقه من الخميره، حطيت نص معلقه من البيكنج باودر، حطيت معلقتين من السكر كبار، حطيت معلقه من الملح. ده كل اللي انا حطيته. وهحط نص كوبايه من اللبن ونص كوبايه من الميه، بس كده. بس طبعا نص كوبايه الميه هنزل بيها تدريجيا، اشوف ايه لحد ما ايه العجينه تاخد معايا. وهي العجينه خدت معايا بالفعل نص كوبايه ميه ونص كوبايه لبن. بصوا يا حبايب قلبي خلاص كده العجينه اتعجنت معايا يا حبايبي. بصوا هقطعها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. عجينه يا ولاد تحفه، جربوها هتعجبكم قوي. وانا هعمل تريكايه دلوقتي كده هتخليها الخميره بتاعتها هتخليها عامله معايا زي شفتوا المارشميلو يا ولاد. العجينه بسم الله ما شاء الله بتاخد وتدي معاكي كده زي المارشميلو. بس انا هقولك دلوقتي انا هعمل ايه فيها عشان تعمل كده. بصوا حبايبي انا رشيت كده قدامي على الرخامه كده شويه من الدقيق، وبقيت اقطع واحط عليهم. بعد كده اخدته بعد ما ارتاحت العجينه شويه اخدت كده بقيت احطه في السمسم. طبعا ما تستغربوش ان انا عامله كده ايه الميني بيتزا ما بتعملش في السمسم ولا حاجه. انا قلت لكم ان دي عجينه زي عجينه القرص الهشه القطنيه الجميله دي، وبعملها بالسمسم. وهتشوفوا انا هعمل فيها ايه دلوقتي. كانت والله يا ولاد كان طعمها بصوا تحفه، طعمها حلو جدا، حاجه كده مختلفه كده وطعمها جميل قوي. ولو في عشاء بقى بالليل كده مع كوبايه شاي كده تتعشي بيها. وفعلا احنا اتعشينا بيها فعلا يوميا وكانت طعمها حلو جدا. بصوا حبايبي اهو شويه من السمسم كده. بصوا بعد كده هعمل ايه؟ هجيب صينيه يا حبايب قلبي، هغلي الكاتل بتاع الميه واحطه وافضيه في صينيه. والصينيه دي يا حبايبي هحطها على الصاجه من تحت بتاعه الفرن وهي مطفيه والفرن مطفيه. وهدخل الصينيه دي لمده 7 دقايق تاخد البخار بتاع الصينيه واخرجها كده. انا خلاص دخلتها وخرجتها تمام، خدت البخار بتاع الصينيه قبل ما احط اي حشوات عليها. وبعد كده بطبق كده اهو، طبق ازاز اللي قدامي ده يا ولاد كنت بحطه على العجينه يفردها لي ويعمل لي فيها ايه. بصوا حفره كده دايره كده عشان احط الحشوات بتاعتي. هنا يا ولاد انا كنت بحط جبنه براميلي عشان وانا باكل كده احس ايه بالطعم. جبنه براميلي بتبقى طعمها طعم كده شويه. بصوا بعد كده بقيت احط السوسيس او الهوت دوج زي ما تسموه. بصوا حبايبي اهو، لان في ناس بتقول عليه هوت دوج وفي ناس بتسميه سوسيس. بصوا حبايبي بقيت احطه كده. عايزه اقول لكم يا جماله ويا حلاوته ويا ريحته ونظافته عشان احنا اللي عاملينه في البيت يا ولاد. والله العظيم كنت باكلها بنفس. بسم الله ما شاء الله، يا رب تعملوها وربنا يحسن بين ايديكم. بصوا حطيت السوسيس وبعد كده حطيت زيتون اسود بعد الجبنه الاول البراميلي. وبعد كده حبايب قلبي بحط جبنه رومي. وبعد كده هحط جبنه موتزاريلا وهدخلها الفرن. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه، بجد هتعجبكم قوي. بصوا حبايبي وطريقتها سهله وبسيطه مش تاخد اي حاجه، مش اشتريناش حاجه من بره. السوسيس كمان احنا عملناه على ايدينا قدامكم خطوه بخطوه. بصوا حبايب قلبي اهو جميل جدا يا ولاد للعشاء بالليل وللفطار. وعايزه اقول لكم لما باتت والله تاني يوم انا فطرت منها كان طعمها حلو جدا، طعمها حلو جدا. والسمسم كان شكله جميل على الحروف كده ومتحمر وجميل. بصوا حبايبي اهو دول 3 كوبايات من الدقيق يا ولاد. لو انا نسيت اقول لكم في الاول سامحوني، دول 3 كوبايات يا حبايبي من الدقيق. بصوا اهو والله بسم الله ما شاء الله، والله كان في منتهى الجمال وتعشينا منهم وكانوا حلوين جدا. يلا حبايبي انا عايزاكم تعملوها ان شاء الله وتجربوها، ربنا يحسن ما بين ايديكم حبايب قلبي. بس بجد جربوها واعملوها يا ولاد. والسوسيس بصوا هدخله الفريزر، بعد كده هتطلعيه من الفريزر وعايزه تعملي بقى بيض بالسمنه اي حاجه. يلا حبايبي ربنا يحسن ما بين ايديكم، سلام عليكم.